وبكده جيمس جان خلص على الأفلام وداخل على المسلسلات، والفترة اللي جاية بقى من الواضح إن هو مش هيسيب أي عمل جوه دي سي غير لما يكون هو اللي مسؤول عنه، باستثناء طبعا عالم ذا باتمان مع مات ريفيس، وربنا يستر. They're about to announce a new Superman. And the new Superman is Chris Pratt. Fuck! سلام عليكم. جنب أفلام ومسلسلات دي سي اللي اتلغت الفترة اللي فاتت، طلع رسميا خبر إن الموسم الرابع هيكون الأخير لمسلسل دوم بترول وتايتنز، وده ممكن يكون بيلمح على واحد من مشاريع جيمس جان في الخطة الجديدة بتاعته، وهو مسلسل أماندا وولر. طب ده معناه إيه؟ خلينا نشوف مع بعض. بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو، حابب أفكرك لو أنت لسه مش مشترك في القناة انزل اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة معكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض سبب إلغاء دوم بترول وتايتنز. طيب بالنسبة للمسلسلات اللي اتلغت، مسلسل تايتنز ممكن من بعد الموسم التالت اللي كان سيء ما تزعلش عليه قوي، مع ان كنت مستني كتير من الموسم الرابع اللي كان ماشي بشكل كويس. اما بالنسبة لدوم بترول فهو كان يعتبر واحد من افضل الاعمال الكوميدية اللي دي سي اشتغلت عليها الفترة اللي فاتت، بس برضو المسلسل بدأ يخش في سكة مش مفهومة حبتين، ومعدتش عارف هو عايز يوصل لإيه. بس عامة أنا معنديش مشاكل مع القرارات، ولكن عندي مشكلة مع وقت اتخاذ القرارات نفسها، لأن الأعمال دي لسه شغالة لحد دلوقتي، فيعني كان على الأقل ممكن تستنى لحد ما المسلسلات دي ما تخلص. أما بقى بالنسبة للمسلسل الجديد واللي كنت اتكلمت عنه من فترة، وهو مسلسل أماندا وولر، واللي المفروض فيه أماندا وولر بتستعين بفرقة جديدة تماما بعيدا بقى عن ذا سوسايد سكواد وبيس ميكر، وهو فريق التين تايتنز. وده بقى واضح من بعد إلغاء المسلسل عشان ما يكونش فيه غير نسخة واحدة بس من الفرقة. واللي هيحصل هنا إن من بعد ما التين تايتنز هيجتمعوا ويختلفوا مع أماندا وولر في نهاية المسلسل ده، هتستعين بداستروك بحيث إن هو يكون تمهيد لواحد من أول أفلام العالم السينمائي الجديد، واللي فيه داستروك هيواجه التين تايتنز. وده هيكون أول ظهور ليه للأسف بعد ما كنا مستنيينه في فيلم ذا باتمان، ولكن أعتقد إن هما كمان ممكن يستعينوا بنسخة جديدة من داستروك بعيدا عن النسخة القديمة اللي مظهرتش أساسا. فيعني النظرية تبان كويسة، بس أعتقد طالما النظرية كويسة وممكن تشوف منها فيلم حلو، فده معناه إن جيمس جان مش هيعمل ده. وما اظنش ان هو ممكن يقدم فريق التايتنز بشكل كويس، يعني هيكون تقديمهم بنفس الصورة اللي قدم بيها فريق ذا سوسايد سكواد، الصورة العشوائية اللي مليانة عنف وألفاظ خارجة. فيعني دي النظرية اللي كانت في دماغي اللي أتمنى إنها تحصل، لأن زي ما احنا عارفين فريق الجاستس ليج هيتأخر أوي تقديمه في الخطة الجديدة لحد ما الجمهور يبدأ يتعافى من صدمة العالم القديم. فممكن تستعين بفريق زي تين تايتنز أو دوم بترول جوه الخطة الجديدة بتاعتك، بحيث إن هما يملوا الفراغ ده لحد ما تشوف أنت عايز تعمل إيه مع أعضاء فريق الجاستس ليج قدام. بس يعني ده كان كل اللي عندي، ولكن برضه خلينا نستنى لحد ما نعرف يا ترى جيمس جان ناوي على إيه. خلينا نستنى وساعتها نبقى نحكم مع بعض. بس دي كانت النظرية اللي عندي، أتمنى أسمع رأيكم عنها في الكومنت. وكالعادة زي نهاية كل فيديو، لو عجبك محتوى القناة وعايز تشوف فيديوهات أكتر ياريت تنزل تحت تشرفنا وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. وطبعا متنساش اللايك الجميل لو الفيديو عجبك. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام.